تلقى كتير مشتولي نحضر على لبنان. هون أول شي بالبداية رح نضيف لتر حليب. عندنا كوب سويت، أنا نص كوب سكر خفقة. هلا أول شي رح نخفقهم على البارد، بعدين رح نحطهم نرفعهم على النار. مو هلا لهيك علقت عليها النار ورح ضل مستمرة بالتحريك. بدي ضل حرك حتى يتقل معي ويستوي الخليط. هيك بس غلى الخليط، خليته تقريبا شي 3 دقايق اللي عم يغلو. لاحظوا كيف بلش يتجانس. طبعا ما منطفي عليه لندوق حبة السميد، فتحت واستوت. أنا طبخته على نار هادية. هلا منوصل النار على الآخر، رح أضيف مغلف كامل فانيلا. أنا عندي ماء الزهر، أصنص ماء الزهر رح أضيف منه 4 نقط. رح حركه هيك حركة تحريكة بسيطة، هيك صارت عندي جاهزة. رح طفي واسكبها. طبعا هلا بعد ما سكبتها رح اتركها نص ساعة بحرارة المطبخ، بعدين دخلها الفريزر لمدة ساعة لتبرد على الآخر. وهون بدنا لبين ما تبرد رح نحضر الطبقة الثانية. هلا الطبقة الثانية بيلزمني علبة من القشطة، أي نوع قشطة متوفرة عندكم. وهون رح أضيف ظرف من الكريمة الشانتيه. هلا رح اخذ ظرف الكريمة. هلا بدنا نضيف ربع كوب حليب. هلا بدنا نخلط. هلا بدنا نحطه بالثلاجة لتتماسك. ضيف هلا طبقة الكريمة والقشطة. طبعا أنا الحليب اللي استخدمته كامل الدسم، والسميد اللي استخدمته حبة وسط. لازم يكون حبة وسط عشان ينجح معاكم يطلع متماسك. نضل منملس بالمعلقة أو سباتولا أو بسكين سباتولا حتى يطلع كله مستوى واحد. عندي هون برش الفستق الحلبي، رح زين الوجه. كمان عندي هدول حبات الوردات المهضومين رح زين فيهم. هلا بدي رجعها على الفريزر لتتماسك تقريبا شي نص ساعة حتى تتماسك طبقة الكريمة والقشطة مع طبقة السميد. بعد ما خليته 4 ساعات بالفريزر حتى تماسك منيح، هلا بدي اقدمه. هيك نزلناها للكريمة. يوم الطعم بشهي. حطوا لايك واشتراك، لايك واشتراك. هاي انا بحبكم كثير. بس النكهات مع بعضها عن جد كلها لذاذة ما شاء الله، أكتر من رائعة. جربوها إن شاء الله رح تحبوها، وخصوصي بالشهر الفضيل لأنها من الحلويات الباردة وكتير سهلة إنها تتحضر وبتتحضر بسرعة. لا هي بتتقدم مع القطر، بس أنا كوني حاطة فيها حلو فيها داخلها كريمة ما رح أقدم معها قطر. إذا بتحبوا تقدموا معاها قطر أو شيرة بتحطوا للقطر كاسة سكر، نص كاسة مي وعصرة ليمونة. بتتركوهم هيك ليغلوا دقيقتين، وبعدها بتطفوا عليهم بتبردوهم بتحطوهم على الوجه. هي كانت وصفتي لليوم، حلا ليالي لبنان وصحتين وعافية.